ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شمعدان بسيط وجميل جدا من حاجات بسيطة موجودة في كل بيت. عندنا حلقان ستاير وكمان مش هنستخدمها، فحبيت ان انا بدل ما ارميها اعمل منها شمعدان حلو جدا. وكمان عندي غطيان برضو كنت هرميها، فاحنا كل اللي احنا هنحتاجه حلقان الستاير واي غطيان ومسدس الشمع والصنفرة اللي انتوا شايفينها دي، وممكن نستخدم المقص او القطر. تمام. طبعا هنبتدي بقى ان احنا نشتغل كده مع بعض عشان نشوف في الاخر الشمعدان الخطير الجميل اللي احنا هنعمله من صنع ايدينا. هنا هنشيل الحاجات اللي هي العليقة اللي بتبقى في الحلقان دي، هنحاول ان احنا نشيلها، وبعد كده هنمسك الصنفرة ونصنفر بقى مكان الحلقان دي، وهنخليها ناعمة تماما ويبقى اكنها ما كانتش موجودة. على فكرة العمل ده ما بياخدش يعني دقايق معدودة معانا، بس في الاخر بيبقى منظر حلو قوي وشكل شيك، وبتبقي حاسة ان انت عملتي حاجة بصنع ايدك، حتى لو هي بسيطة. يعني بصراحة شيء بسيط جدا. هنا هنبتدي بقى بمسدس الشمع ان احنا نجيب الحلقتين كده ونلزقهم في بعض. طبعا انا كنت بستعين بنورة وهي اللي كانت بتساعدني، انا كنت بصور وهي بتساعدني بصراحة. طبعا نور ام مليكة، قناة نور ام مليكة. شايفين هي كده لزقت الثلاث حلقان. ممكن تعملوا حلقتين، ممكن تعملوا 3 زي ما انتوا عاوزين. طبعا اي غطا سواء غطا كبير شوية او غطا صغير خالص مفيش مشكلة. هنبتدي نثبت الحلقان بقى كده في الغطيان، طبعا بمسدس الشمع. كلها حاجات بسيطة وكلها حاجات موجودة عندنا في البيت. هنثبت الناحية التانية برضو زي ما انتوا شايفين. انا يعني الغطيان حتى مش نفس الحجم ومش نفس المقاس. اي غطا عندنا بدل ما نرميه احنا نبتدي نعمل بيه حاجة هتبقى حلوة قوي عندنا موجودة في البيت. هنجيب الرش ده الجولد، انا جبت جولد، هو ممكن تجيبي سيلفر، ممكن تجيبي بني، ممكن تجيبوا اي حاجة. انا جبت جولد علشان الصالون عندي مذهب، ففتحت كيس كده علشان بس الرش ما يبقاش وحبيت ان انا ادهنه. عملت 2 وجبت الشمع اللي هو الالكتروني ده وحطيته كده، وبص المنظر جميل جدا بصراحة. انا مبسوطة ان احنا عملناه بايدينا، واتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك بالقناة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.